سيناريو مجنون حصل في مباراة منتخب مصر ومنتخب تشيلي في كأس العالم للشباب. تعال أقول لك يا أبو الكباتن على اللي حصل. منتخب مصر كان متعادل لغاية الدقيقة 95 وفجأة يحصل المشهد اللي قدامك ده. جات لنا ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء، وعمر خضر اتخانق مع اللعيبة علشان كان عاوز هو اللي يشوط وهم مش موافقين، لأن المسدد الأول في الضربات الثابتة هو محمد عبد الله. عمر راح لأسامة نبيه وأصر عليه إن هو اللي يشوط، وفعلا وافق وخلى محمد عبد الله يسيب الكورة، ودخل عمر بكل معلمة وثقة ومرجح رجله وسجل هدف عالمي وهدف الفوز في آخر ثانية علشان يرجع الأمل من تاني لمنتخب مصر في التأهل لدور ال16. بس عارف المضحك بجد إن بعد كل الدراما دي مصر لسه ما تأهلتش، لأنها في المركز الثالث مش التاني بفارق إنذارين عن تشيلي، وهنستنى نتائج باقي المجموعات علشان نشوف هنتأهل كأفضل توالت ولا لا. مشهد عمر خضر بيبين لك إن اللاعب عنده ثقة في نفسه كبيرة قوي، لكن لو كانت ضاعت كان هيشيل الليلة لوحده.